تلقي اتفاقات الماضي بظلالها على الحاضر والمستقبل في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، بدءًا من اتفاقية سايكوس-بيكو التي وقعت عام 1916 في الخفاء بهدف تجزئة الوطن العربي ونقل تبعية أجزائه من الحكم العثماني إلى الانتداب الفرنسي الإنجليزي بعد الانتصار على المحور الألماني العثماني في الحرب العالمية الأولى، وبالتالي تمزيق وحدة البلاد الطبيعية والجغرافية والسياسية والاجتماعية. أحداث الحاضر بتؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن اتفاقات سايكس-بيكو لم تفقد بعد حقيقة أهدافها مع زوال حكم الدول الاستعمارية اللي أبرمتها بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية، ونفذت مودها ووضحت الأطماع التوسعية الغربية الصهيونية في الشرق الأوسط والعالم العربي. وعلشان نتفهم منذ مدى بدأت هذه الخطط الاستعمارية، لازم إننا نقرأ سوياً التاريخ بدءاً من عهد الإمبراطورية العثمانية بداية القرن الرابع عشر وحتى سقوطها في القرن العشرين وما تمخض عنه من أطماع توسعية غربية. الدولة العثمانية الإسلامية تأسست في بداية القرن الأربعة عشر على إيد عثمان الأول أرطغرل، واستمرت لأكثر من 600 سنة، وبالتحديد من 27 يوليو 1299 لحد 29 أكتوبر 1923، وكان بداية استقرارها شمال غرب الأناضول، وكان في الوقت ده المنافس الرئيسي ليها الإمبراطورية البيزنطية. في منتصف القرن الأربعة عشر العثمانيين تمكنوا من عبور مضيق الدردنيل وغزو جنوب شرق أوروبا بالكامل، وبلغت الدولة العثمانية ذروة مجدها وقوتها خلال القرنين الستاشر والسبعتاشر، لأن في القرن الستاشر ضعفت وشاخت الدولة المملوكية وتراجعت قوتها، بينما ازدادت قوة الإمبراطورية العثمانية، فتمكنت من إسقاط الدولة المملوكية وضم الشام ومصر والحجاز سنة 1517، وعليه تنازل آخر الخلفاء العباسيين المقيم في القاهرة محمد المتوكل على الله عن الخلافة للسلطان العثماني سليم الأول، ومن الوقت ده أصبح سلاطين آل عثمان خلفاء المسلمين، وبالتالي ليهم السيادة على الدول الإسلامية. الدولة العثمانية عاشت عصرها الذهبي في عهد السلطان سليمان الأول اللي كان معروف بسليمان القانوني، اللي حكم من سنة 1520 وحتى 1566، وأصبحت قوة عظمى من الناحيتين السياسية والعسكرية، متخذة من القسطنطينية عاصمة لها، وبالتالي أصبحت الدولة العثمانية تلعب دور همزة الوصل بين عالمين، بين العالم الأوروبي المسيحي والعالم الشرقي الإسلامي، كما كان لها سيطرة مطلقة على البحر المتوسط والأسود والأحمر والعربي بالإضافة للمحيط الهندي. الإمبراطورية العثمانية امتدت وتوسعت خلال القرنين الستاشر والسبعتاشر لحد امتدت أراضيها لتشمل 29 ولاية في أنحاء واسعة من قارات العالم القديم الثلاث: أوروبا، آسيا، أفريقيا. خضع لها كامل آسيا الصغرى بمنطقة البحر المتوسط والأسود وهضبة الأناضول وآسيا الصغرى الشرقية وغرب آسيا اللي هي يقصد بها الدول العربية المطلة على الخليج العربي والمشرق العربي وإيران وتركيا، دول جنوب القوقاز المؤلفة من جورجيا وأرمينيا وأذربيجان، وأجزاء كبيرة من جنوب شرق أوروبا: ألبانيا، البوسنة، بلغاريا، كريت، القرم، جزر الكيكلاس، قبرص، جزر الدوديكاتسيا. وخضع ليها شمال أفريقيا، فخضعت ليها مدن الجزائر وقسطنطينية ووهران بالجزائر، ومصر وإريتريا، ومدن برقة وطرابلس وفزان في ليبيا. وكان للدولة سيادة اسمية على عدد من الدول والإمارات المجاورة في أوروبا، اللي أصبح بعضها بيشكل جزء فعلي من الدولة مع مرور الزمن، بينما حصل بعضها الآخر على نوع من الاستقلال الذاتي.
لكن في منتصف القرن ال16 وتحديدا من بداية 1740 الدولة العثمانية بدأت في التراجع والتخلف عن ركب الحضارة، وعاشت فترة طويلة من الخمود والركود الثقافي والحضاري، في نفس الوقت اللي كان خصومها بيتفوقوا عليها عسكريا وعلميا، في مقدمتهم مملكة هابسبورغ النمساوية والإمبراطورية الروسية. وبالتالي عانت الدولة العثمانية من خسائر عسكرية قاتلة على إيد خصومها الأوروبيين والروس خلال أواخر القرن ال18 وأوائل القرن ال19. القوى الأوروبية تغلغلت في البلاد العثمانية وتدخلت في شؤون الدولة، وفرض بعضها الحماية على الأقليات الدينية، والإمبراطورية العثمانية خسرت مزيد من البلاد خصوصا في البلقان. السلطان عبد الحميد الثاني كان هو آخر سلطان فعلي للدولة العثمانية، عرف عهده بالعهد الحميدي نسبة إلى اسمه. وإذا كان عهد السلطان عبد الحميد الثاني تميز بالقوة السياسية وبتوسيع نطاق التعليم وازدياد المؤسسات التعليمية في الدولة، لكنه أيضا اصطبغ بازدياد الانفتاح على الغرب، كما برزت فيه المطامع الصهيونية بأرض فلسطين، وظهرت الأزمة الأرمنية. ويمكننا القول بأن الدولة العثمانية سقطت بشكل فعلي سنة 1909 بعزل السلطان عبد الحميد الثاني وتولي شقيقه محمد الخامس. كان سقوطها على يد الضباط الأتراك القوميين، وكان معظمهم من اليهود، إذ يقال بأن هؤلاء الضباط هم سبب هزيمة الجيش العثماني، ذلك إلى جانب ضعف الحكام بعد وفاة السلطان سليمان القانوني، وإغلاق باب الاجتهاد والتفكير المستقل في شؤون الدينية، البعد عن العقيدة السليمة، الظلم والفساد، الانغماس في الشهوات والترف، وتوريث المناصب. وبالتالي ضعفت الدولة العثمانية وأصيبت بالوهن من الداخل، حتى أطلق عليها الأوروبيون الرجل المريض. وكانت الحرب العالمية الأولى على الأبواب، عشان كده وفي محاولة من الدولة العثمانية لتجد موطئ قدم وسط الانتصارات والتوغلات الأوروبية والروسية، وفي محاولة منها لكسر عزلتها السياسية المفروض عليها من قبل الدول الأوروبية منذ عزل السلطان عبد الحميد الثاني، شاركت الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى إلى جانب دول المحور ألمانيا والنمسا والمجر ضد دول الحلفاء بريطانيا العظمى وفرنسا وروسيا وصربيا. وعلى الرغم من تمكنها من الصمود على عدة جبهات، إلا أنها عانت من الثورات الداخلية اللي أشعلتها الحركات القومية في الداخل العثماني رداً على عنصرية حزب الاتحاد والترقي من جهة، وبسبب التحريض الأجنبي من جهة أخرى. وبينما هي منهكة داخلياً متورطة خارجياً، وقع الإنجليز والفرنسيون والروس سراً على اتفاقية سايكس بيكو سنة 1916 بهدف تجزئة الوطن العربي ونقل تبعية أجزائه من الحكم العثماني إلى الانتداب الفرنسي الإنجليزي بعد الانتصار على المحور الألماني العثماني في الحرب العالمية الأولى. وبالتالي تمزيق وحدة البلاد العربية الطبيعية والجغرافية والسياسية والاجتماعية، وده اللي حصل فعلا. ففي نهاية المطاف لم تتمكن السلطنة العثمانية من الصمود بوجه القوى العظمى، واستسلمت للحلفاء سنة 1918، وانتهت الدولة العثمانية بصفتها السياسية سنة 1922، وأزيلت بوصفها دولة قائمة بحكم القانون سنة 1923 بعد توقيعها على معاهدة لوزان، وزالت نهائياً في نفس السنة عند قيام الجمهورية التركية اللي بتعتبر حالياً الوريث الشرعي للدولة العثمانية. أدى سقوط الدولة العثمانية إلى ولادة معظم دول الشرق الأوسط المعاصرة بعد أن اقتسمت بريطانيا وفرنسا التركة العثمانية في العراق والشام، بعد أن كانت انتزعت منها سابقاً مصر وبلاد المغرب. وبالتالي مثل الصراع العربي الإسرائيلي والعلاقات العربية العربية اللي بدأت بعد الحرب العالمية الأولى انعكاساً وتفسيراً لنصوص الاتفاقات الاستعمارية التي تطمح إلى الهيمنة على كافة بلدان العالم العربي، مع تعديل بعض بنودها الأساسية
وفقا لأغراض هذه الدول الجيوستراتيجية.